انا شخصيا لما سمعت انهم ناويين يعملوا مدينة جديدة فوق الجبال قلت الله، حد يعمل مدينة فوق الجبال؟ وليه نتشعبط فوق الجبال؟ ما الدنيا تحت واسعة وفاضية وبرحة وكويسة. لكن لما شفنا اليومين دول النتيجة اللي وصلنا لها، والمنتجع الجميل اللي على البحر، والفنادق الجميلة اللي فوق الجبل، والجامعة اللي فوق الجبل، والطرق والمدينة والتلفريك والحاجات العظيمة الحلوة اللي اتعملت، الواحد بصراحة غير رأيه. ده غير في حاجة تانية وميزة تانية في انك تبني او تعيش على ارتفاع عالي شوية. مصر معروفة بان الجو فيها دافي وسخن معظم ايام السنة، فانت لما تعيش على ارتفاع 700 متر فوق سطح البحر ده هيخلي درجة الحرارة اقل بحوالي 5 درجات من الدرجة اللي هي تحت عند سطح البحر. انا يوسف نبيل، ويلا نعرف حاجات كتيرة عن مدينة الجلالة ومنتجع الجلالة. السلام عليكم. دلوقتي القاهرة بقى حواليها 3 طرق دائرية، وخارج هنا طريق اسماعيلية الصحراوي، وهنا طريق السويس الصحراوي، لكن احنا النهاردة هنمشي على طريق العين السخنة الصحراوي. طول طريق العين السخنة من اول الدايري لغاية مدينة العين السخنة هنا او لغاية الطريق الساحلي ده طوله 106 كيلو متر. بعد ما بتمشي 106 كيلو متر من الدايري لغاية هنا عند العين السخنة بتنزل يمين كده وتدخل يمينك، تنزل على الطريق الساحلي ده اللي ماشي جنب البحر او جنب خليج السويس، وبتتجه جنوبا جنب البحر. جنب البحر بتمشي مسافة 23 كيلو متر على البحر. يبقى انت كده مشيت 106 زائد 23 يبقى مشيت 129 كيلو متر، هي المسافة من الدايري لغاية منتجع الجلالة. كده احنا وصلنا منتجع الجلالة اللي على البحر على طول. هنلاقي هنا في رويال كومباوند عبارة عن شاليهات وفيلات، وبعد كده هنلاقي جنبه هنا في فندق كبير على ارتفاع شوية من سطح البحر، على ارتفاع حوالي 70 متر. ده فندق ضخم يعني بيبان عالي شوية. في كمان هنا منطقة فيلات على البحر على طول، فيلات وتوين هاوس وكده. وفي جنبها فندق توليب ده فندق سياحي ضخم كبير شوية برضو على ساحلي يعني على البحر على طول. في مرسى لليخوت زي ما انتم شايفين اهو، مرسى كبير جدا يسع حوالي 250 ل 300 يخت. وطول المرسى ده يعني عشان عينيك ما تخدعكش طوله نص كيلو. المسافة من اول هنا لغاية هنا 500 متر. في مهبط طائرات هليكوبتر، حرف الاتش ده معناه ان هنا ينفع تهبط الطيارات الهليكوبتر. وفي طياره هليكوبتر بتيجي في الاعلان المشهور الحلو بتاع عمرو مصطفى ويسرا بتاع اعلان منتجع الجلاله، هتلاقوا في طياره هليكوبتر بتنزل في حرف الاتش ده او في المهبط ده. في بعد كده على البحر كمان هنا في اكوا بارك ضخمه، هي طولها 360 متر. دي اكوا بارك مليانه العاب زي ما انتم شايفين، العاب كتيره، حمامات سباحه، زحاليق كتيره، وحاجات كتيره للكبار والاطفال اكتر كمان. طيب نسيب البحر شويه ونرجع لورا كده. زي ما قلنا في هنا فندق ضخم مرتفع. في كمان هنا في المنطقه دي شايفين الرسمه الحلوه المثلثه دي، في هنا منطقه مطاعم فود كورت، عباره عن مطعم مكشوف ومطاعم مغطاه وحمامات سباحه كده او ميه في النص، بتدي شكل جميل جدا. في هايبر ماركت ضخم هنا طوله اكبر من هايبر وان، طوله حوالي 150 متر في 110 متر. في كمان هنا بلازا مول او مول يعني كبير اسمه الجلالة بلازا او بلازا مول. في كمان هنا سينمات كتيرة، كذا صالة سينما، وفي صالة تزحلق على الجليد. وزي ما انتم شايفين تخطيط المنتجع واماكن الباركينج وكل حاجة جميلة جدا. طول المنتجع من اول هنا لغاية هنا هقول لكم طوله كام. المسافة من اول هنا يا جماعة لغاية هنا طولها 2 كيلو بالظبط، 2000 متر بالظبط. لاحظ بقى معايا الطريق كان ماشي جنب البحر زمان على فكرة، بس احنا بعدناه كده عشان نخليه ماشي بعيد عن البحر ويبقى فيه مسافة او نطاق نعمل فيه المنتجع ده. شوف الصورة بقى من 2011 كانت عاملة ازاي، والشط ده كان شكله ازاي. ده المنظر يا جماعة المقفر الموحش اللي كان قبل ما نعمل المنتجع ده. كان الطريق الساحلي ماشي على طول في المنطقة دي، كانت صحراء ما فيهاش اي حاجة وفاضية خالص، لا في مهبط ولا مرسى ولا اكوا ولا مطاعم ولا هايبر ولا سينما ولا تلفريك ولا فندق ولا رويال كومباوند ولا توليب ولا اي حاجة. شوف بقى الصورة هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. الطريق بقى ماشي هنا وهنا ما عادش فيه طريق. شوف كده الدنيا اتغيرت دلوقتي. كان في طريق هنا، لا احنا جبنا الطريق ورا كده. تعال شوف هنا اليوترنات معمولة ازاي في الحتة دي والتقاطع ده معمول ازاي. هتلاقي هنا ان انت ممكن تيجي كده عشان تلف كده، تيجي داخل في النفق اللي نازل هنا ده تحت الطريق عشان تدخل جوه المنتجع ده. في بنزينة هنا كمان. لاحظ كمان ان في خطين لبني ماشيين هنا في النص. ايه الخط اللبني ده وايه الخط اللبني ده؟
الخطوط اللبني دي يا جماعه عباره عن مخرات للسيول، في فتحات ماشيه تحت الطريق وبتمشي في المجرايه دي عشان تبقى مخرات للسيول. انا شايفها بتعدي تحت الطريق، شايفين؟ عشان تصب الميه بتاعتها في البحر. لو حصل سيول مثلا تبقى تلاقي نفسك وانت قاعد في المنتجع كده نهر من الميه المحمله بالرمال ماشي جنبك. طبعا ده تصريف امن للسيول، بحيث انها لو نزلت من الجبل والهضبه فوق ما تاثرش على المنتجع. فالاتنين دول عباره عن مصرفين للسيول، اللي هنا ده واللي هنا ده، الاتنين الوان لبني دول. تعالوا نشوف التلفريك. محطة التلفريك ليه محطتين، محطة بداية ومحطة نهاية. محطة البداية تبدأ من هنا على ارتفاع 30 متر من سطح البحر، وبتمشي مسافة حوالي 4.4 كيلو متر، يعني 4400 متر، عشان تطلع لفوق خالص على ارتفاع 642 متر فوق سطح البحر. كده انت وصلت الهضبة، هضبة الجلالة، دي المحطة التانية للتلفريك. لما بتطلع فوق بتلاقي ايه فوق الهضبة؟ طبعا هي هضبة، لكن هنا منطقة وعرة، يعني بين الهضبة وبين الساحل منطقة وعرة متدرجة الارتفاع، لكن الهضبة نفسها سطحها مستوي، وده اللي مكننا وساعدنا ان احنا نعمل فيها مدينة او نعمل فيها حياة ونبني فيها منشآت. هنلاقي هنا جامعة كبيرة خالص، طول المسافة دي حوالي 1 كيلو متر، دي جامعة ضخمة هنا اسمها جامعة الجلالة. هنلاقي كمان هنا مساكن، شاليهات، في طبعا في فندق هنا اسمه الفندق الجبلي، ده على ارتفاع برضو 660 متر من سطح البحر. وبتقف هنا على الكورنيش اللي هو لونه بامبي ده، بتشوف البحر من بعيد وبتلاقي الدنيا تحتيك ايه، يعني هو كده اللي ينط من فوقيه يعني هينزل على ارتفاع مثلا 300 400 متر. برضو المكان ده على ارتفاع 640 متر من سطح البحر او 650 متر. في هنا مسجد زي ما انتم شايفين، ويعتبر في كورنيش جبلي ممكن الناس تتمشى برضو عليه فوق الجبل، منظر رائع للبحر وللجبل. دي مدينة الجلالة لسه في مرحلتها الأولى اللي هي فوق سطح الجبل. في هنا بنزينة على الطريق بقى بتاع الجلالة. ايه طريق الجلالة ده؟ طبعا انتوا عارفين ان بقى في طريق للجلالة اسمه طريق الجلالة. قبل ما تروح العين السخنة ب7 كيلو بتدخل يمين كده وانت جاي في طريق العين السخنة الازرق ده، وتيجي نازل وسط الجبال وتمشي مسافة وسط الجبال علشان توصل لجامعة الجلالة ومدينة الجلالة اللي فوق الجبل. انت هتمشي في الطريق الفشة لو انت عايز تروح المنتجع الجبلي او المدينة اللي فوق الجبل اللي هي مدينة الجلالة او الجامعة دي. لكن لو انت عايز تروح المنتجع الساحلي فانت المفروض تكمل كده على طول في طريق العين السخنة. اقصر لك هتبقى المسافة وتمشي على البحر تستمتع بمنظر البحر لغاية ما توصل لمنتجع العين السخنة. نسيت اوريكم حاجة على الساحل. مثلا هنا بورتو السخنة، طبعا انتوا عارفينه من زمان، ده بورتو السخنة. في تلفريك برضو في بورتو السخنة اللي هو الاخضر ده، بس ده طوله 1 كيلو متر فقط وبيرفعك لمستوى 230 متر من سطح البحر. لكن تلفريك جبل الجلالة او تلفريك منتجع الجلالة اللي هو الاخضر التاني ده بقى اطول منه بكتير، اطول من الاخضر الاولاني. ده طوله 4.4 كيلو متر وبيرفعك لمستوى 640 متر فوق سطح البحر. في محطة مية ضخمة جدا من المنجزات العظيمة اللي اتعملت هنا على الساحل لخدمة منتجع الجلالة. دي محطة مية كبيرة جدا وضخمة، ساعتها كبيرة حوالي 150 ألف متر مكعب كل يوم، وهي بتاخد ميتها من مية البحر، بتعمل لها التنقية، ترشيح، تصفية وتحلية لمياه البحر عشان تبقى عذبة بنسبة كبيرة ونقدر نستخدمها في منتجع الجلالة. دي محطة المياه الضخمة اللي بتعتمد على مياه البحر. كمان هنلاقي هنا ان المنشآت اللي في جبل الجلالة فوق في مدينة الجلالة بتعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية في المباني وفي المنشآت اللي هنا. في جبل عالي هنا 760 متر، في جبل اعلى هنا 880 متر، ورغم انه عالي جدا كده لكن بيعملوا منه طريق برضه هيوصل لطريق جبل الجلالة. شايفين انا ماشي على طريق اهو، هيطلع من هنا طريق من اليوتيرن الضخم ده، هيطلع طريق يوديك لاعلى قمة في المنطقة دي على ارتفاع 880 او 882 متر فوق سطح البحر. في حاجة هنا اسمها المونت جلالة،
مشروع برضو. في هنا في منطقة ابو الدرج دي تقريبا مساكن للعاملين بيعملوها، مش عارف دي مساكن عاملين او فيلات شاليهات، غالبا دي هتبقى مساكن العاملين، مش متأكد بالظبط، حد يأكد لنا. المنطقة دي اللي في ابو الدرج دي هي كلها اسمها ابو الدرج على فكرة، يعني كل المكان ده اسمه ابو الدرج، بس في هنا مكان اهو ده هنسميه ده المكان واحد مثلا، عايزين حد يقول لنا ده مباني ايه. وفي هنا مكان اتنين برضو عايزين حد يقول لنا المباني دي مباني ايه. المعمول على ارتفاع حوالي 80 متر فوق سطح البحر، وبتطل على البحر بمنظر جميل برضو. في محطة بنزين هنا، في بنزينة هنا برضو، وفي محطة مية. في حاجة مهمة جدا اتعملت بقى في ميناء العين السخنة. تعالوا نروح ميناء العين السخنة. هنا في خط انابيب سوميد بيبدأ من هنا جنوب العين السخنة بخطوات قليلة، يعني بحوالي 3 كيلو كده. في خط انابيب اسمه سوميد، ده بيودي البترول من اول هنا خليج السويس ويعدي تحت نهر النيل ويروح لغاية البحر المتوسط قرب العلمين واسكندرية والحتت دي. ميناء العين السخنة حصل فيه تغيرات كبيرة جدا وتوسعة كبيرة جدا في السنتين اللي فاتوا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في ميناء العين السخنة. كان هو ده بس كده، كان هو الرصيف الحاويات ده فقط والأوناش دي فقط. شايفين الحاويات الضخمة دي؟ ميناء العين السخنة من الموانئ المهمة جدا لمصر على البحر الأحمر. شايفين السفن اللي راسية؟ عملوا حوض جديد للسفن دلوقتي، في حوض جديد. الحوض دواتي كان طوله 750 متر، عملوا حوض تاني طوله حوالي، ده عملته شركة مواني دبي السخنة. تعالوا نشوف كده المنظر كان عامل ازاي قبل كده. شوفوا مثلا في 2011 ادي المنظر كان كده، ما كانش فيه المدخل او حوض السفن اللي هنا ده. دلوقتي تم حفر حوض السفن ده والمنظر اتغير تماما. دلوقتي زي ما انتم شايفين ممكن نرسي السفن هنا وممكن كمان ترسي هنا، وطبعا ده القديم اللي هو اصلا كان هنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت لايك للفيديو، اشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.